السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. طيب بسم الله، ان شاء الله النهارده عايزين نتكلم في الخواص الكيميائيه. المره اللي فاتت قلنا هنتكلم في الخواص، احنا بنمشي كده بالترتيب كده. نعرف ايه الحاجه اللي هنشتغل عليها، تحضيرها بيتحضر ازاي، بعد كده الخواص الفيزيائيه بتاعتها، بعد كده الايه الخواص الكيميائيه بتاعتها عامله ازاي. فاحنا النهارده باذن الله هنتكلم على تفاعلات الالكان. طيب اول حاجه انا عايزك انت الاول يعني المفروض تعرف التفاعلات دي بتمشي ازاي. بص، الالكان هو عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن مركب كله روابط سجن، كله روابط سجن. طيب سؤال بقى، الروابط السجمة دي سهلة ولا صعبة الكسر؟ روابط صعبة الكسر. طب بما ان هي صعبة الكسر، ده مشبع ولا غير مشبع؟ بتخلي المركب ده مشبع، صح؟ انت اللي بتجاوب على كل الحاجات دي عشان توضح لنفسك وتفهم نفسك ايه هي التفاعلات عبارة عن ايه. فهو مركب فيه روابط سجمة صعبة الكسر، الكان مركب مشبع. فبالتالي يا دكتور لما بيجي يتفاعل بيتفاعل بالايه؟ بالاستبدال وليس اضافة. بيتفاعل بالايه يا دكتور؟ بالاستبدال، الاستبدال وليس الإضافة. طب ليه؟ مش ما هو كله سيجما، ما هو شبعان مشبع. طب امتى كنا نقول إضافة؟ لو كان ألكين، يبقى تفاعلات الألكان هتبقى بإيه؟ استبدال. طب لو كان ألكين إضافة، ليه؟ عشان في رابط باي. طب لو ألكين إضافة برضه. خلاص، مثال مثلا عشان تفهم قصدي. بص، السي اتش 4 ده كده مثلا، هو مثلا كده ده الميثان. خلاص، احنا قلنا بناخد ابسط فرد في السلسله. فالراجل ده شبعان قدامي اهو. فانت مثلا يعني عشان تدخل عليه اي حاجه محتاج تشيل الاتش دي وتحط حاجه مكانها. وليكن هشيل الاتش دي مثلا، يعني مثلا، ونحط مكانها ايه؟ مثلا سي ال. يبقى انا كده بدلت وحطيت سي ال. طب افرض مثلا كان معايا الكين كده مثلا، انت بتسأل نفسك سؤال، انا عندي رابطه باي ولا لا؟ عندي رابطه باي، يبقى اضيف ولا بدل؟ يبقى تفاعلات هنا هتبقى اضافه. مثلا الراجل عايز يضيف مثلا اتش 2 وليكن كده. طب ايه اللي هيحصل؟ هتكسر الرابطه دي، الدبل بوند دي، وتفتح جناح وتفتح جناح، وكل جناح تحط فيه الاتشاية. طب خلاص، يبقى ده البرودكت الجديد او الناتج الجديد. طيب طالما هو كده، مش كده بقى كله روابط سيجما بقى الكان؟ خلاص، تروح بقى تحل اكنه الكان وتشتغل عليه بالتفاعلات بتاعته اللي هي تفاعلات الايه؟ الاستبدال. تمام. طيب احنا دلوقتي هيكون تركيزنا على ايه يا دكتور؟ على الالكان. احنا دلوقتي شغالين على الالكان، شغالين بالتحديد على الميثان. طيب بص بقى، اي تفاعل يعني ده تفاعل اساسي هتلاقيه الخاص كيميائيه ثابته. فانت اول تفاعل هناخده واللي هتلاقيه برضك في الالكين والالكاين هو اسمه تفاعل ايه يا دكتور؟ تفاعل الاحتراق. يبقى انا اي مركب هناخده حتى في الالكين الكاين، اي مركب في الدروس اللي جايه تعرف لي ان انا كده كده عندي تفاعل اسمه احتراق. ايه هو تفاعل الاحتراق ده؟ بتجيب الحاجة، اي حاجة اهو، اي مركب عضوي تحط عليه O2. خلاص، صعبة دي. يدي لك حاجتين اتنين، يدي لك ثاني اكسيد الكربون ويدي لك بخار مية H2O. طيب ده اسمه تفاعل احتراق، يعني هو تفاعل طارد للحرارة فيطلع معاك هيت. خلاص. طيب بما انه طارد يبقى الدلتا اتش اشارتها سالبة. طب لو كان ماس، يبقى لو كان ماس كان يبقى الدلتا اتش اشارتها موجبة. خلاص. مثال مثلا، لو انا عايز اولع في CH4 زائد ال O2، خلاص هيدي لك ايه؟ هيدي لك CO2 زائد H2O. خلاص. طيب دلوقتي احنا عايزين نوزن. طيب تعال نوزن بقى سوا يا دكتور يا محترم. طيب هنا كام سي؟ هنا كام سي؟ واحدة. حط هنا واحد، بس الواحد ما بيتكتبش، بس انا هكتب كده في الاول عشان بس ايه تعرف توزن. طب دول كام اتش؟ اربعة. حط هنا نص العدد اتنين، يبقى كده بقى اربع اتشات اهو. واحدة سي متظبطة، عايزين نظبط الاو بقى. اتنين او، والاتنين دي مضروبة هنا برضك يبقى اتنين او، يبقى كله اربعة او. فعشان تتوزن احط هنا اتنين. صعبة دي ولا اي حاجة؟ اي الكان بقى تاني، احنا قلنا كده كده بنقول الفكرة العامة، وليكن سي اتنين اتش ايه؟ اتش ستة، ونحط عليها ايه؟ او 2، ونعمل تفاعل احتراق هيدينا. احنا قلنا بيدينا حاجات ثابتة، هيديك سي او 2 وبخار مية، وطبعا ايه يطلع معاك هيت حرارة اتش 2 او. خلاص، زائد مثلا هيت. طيب لان التفاعل قلنا طارد للحرارة، دلتا اتش بتاعته سالبة. طيب كام سي يا دكتور؟ ها انت اللي بتجاوب بقى. اتنين، يبقى حط هنا كام؟ اتنين. كام اتش؟ تلاتة. حط ستة، سوري، حط هنا نص العدد تلاتة. خلاص. بعد كده توزن الاو، دول كده كام؟ اتنين في اتنين او باربعة او، وفي هنا تلاتة او، يبقى سبعة او. طب انا عايز ايه تبقى سبعة او؟ خليها سبعة على الاتنين، هتلاقي بحيث الاتنين تروح مع الاتنين يبقى لك سبعة. هتلاقيها ظبطت. مثال كمان، بس انت اللي هتعمل ده مش انا. سي 3 اتش 8، واعمل انت ليه تفاعل الايه؟ الاحتراق. حط عليه طبعا حط عليه طبعا ايه؟ الاو 2 بتاعتك. هتحط عليه الاو 2 بتاعتك وتطلع حاجتين، ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه،
وايه وتوزن المعادله، تحط بقى الارقام اللي هنا كام وايه وتظبط انت الدنيا دي. تمام تمام. يبقى ده بالنسبه لاول تفاعل، تفاعل الاحتراق. ممكن يجي اسئله طبعا كتير في الجزئيه دي. خلينا نكتب تاني المثال هنا بحيث ان انا اوضح لك الاسئله اللي انا ممكن اقول عليها. بص ممكن مثلا يجيب لك CH4 ويطلب منك تخليه يتحرق بالO2، فاحنا قلنا هيطلع ايه؟ CO2 زائد H2O. ممكن يجيب شويه اسئله في الجزئيه دي. ازاي بقى؟ بص اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كام سي واحدة، فبالتالي هحط جنب السي او 2 واحد، بس انا مش هكتبه. 4 اتشات احط هنا 2، هتلاقي كده موزونة. كام او؟ هنا في 2 او وهنا في 2 او، يبقى 4 او، بالتالي احط هنا 2. ممكن يقول لك بقى ايه كذا حاجة بقى، ما عدد مولات مثلا ايه بخار المية، بخار الماء اللي هيطلع مثلا الناتج من 4 مول مثلا من احتراق، من احتراق 4 مول، 4 مول من السي اتش 4 او الميثان. بص بقى يا دكتور، اي سؤال يجي لك في الحته دي، دي سؤال بيتحل بعلاقه. ازاي؟ بص اهم حاجه الفكره، مش الاجابه وخلاص. ما عدد مولات بخار الميه؟ اعمل على بخار الميه دايره. خلاص. طيب الناتج من احتراق 4 مول ميثان، روح عند الميثان ده واعمل عليه دايره. خلاص، يبقى دي العلاقه بتاعتك. وتعمل ما بينهم علاقه زي ما مكتوبه في المعادله الاصليه بالملي. ما تجودش يعني. يعني ايه؟ يعني سي اتش 4 كان مكتوب معايا كده سهم اداك كام ميه؟ 2 جزيء ميه. اكتبها زي ما هي مكتوبه، ما تجودش. خلاص. بعد كده بتعمل سهمين. خلاص. طيب في السهم اللي تحت احنا هنكتب الشغل اللي بيدولي في السؤال. الراجل عايز ايه مثلا؟ بيقول لك ما عدد مولات بخار الميه، فتروح عند بخار الميه تقول هنا اكس مول. طب ليه كتبت مول؟ عشان هو عايز عدد مولات بخار الميه، فمولات. وهنا هو مديني كام؟ 4 مول من الميثان، فتروح عند الميثان وتكتب تحت 4 مول. المعطيات او الحاجات اللي في السؤال بنكتبها تحت. اتفقنا يا دكتور؟ اتفقنا. طيب الحته اللي فوق دي بقى هنكتب فيها ايه؟ طيب الحته اللي فوق دي بقى هنكتب فيها ايه؟ بص، طالما دي مول يبقى اللي فوقها مول، طالما دي مول يبقى اللي فوقها مول. طيب، طب الارقام اللي هنا بتتكتب منين يا دكتور؟ بتتكتب من المعادله الاصليه. فهنا هتلاقي 1 مول وهنا 4 مول، وتحسب وتطلع اكس. يبقى اذا الاكس هتساوي 4. لا سوري، المفروض هنا 2 بقى، اسف. المفروض هنا 2 بقى يا دكاتره، انا قلت من المعادلة الأصلية هنا 2 وهنا 1. خلاص. يبقى 2 في 4 بكام؟ 2 في 4 على 1 يديك كام؟ يديك 8 مول. خلاص. 8 مول يا دكتور. طيب افرض هو في السؤال بقى قال لك ما تجيبليش يا عم عدد مولات بخار المية دي، قال لك هات لي مثلا الكتلة مثلا. عايز مثلا ما كتلة. خلاص، ما كتلة. اللهم صل على سيدنا محمد. مثلا قال لك هات لي ما كتلة بخار المية اللي هيطلع من 4 مول ميثان، ولا أي حاجة. بص بقى، هتعمل علاقة زي ما احنا قلنا. أي مسألة في النوع ده هتعمل العلاقة اللي أنا بتكلم فيها دي. تمام. طيب تعمل ايه بقى؟ تعمل علاقة زي ما أنا قلت لك. روح عند بخار المية اكتب تحتها اكس، بس ايه؟ جرام. ليه؟ عشان أنا في السؤال قايل كتلة. طيب طالما دي جرام يبقى اللي فوقها لازم يكون زيها يا دكتور، يبقى جرامات. طيب في سي اتش 4 اكتب المعطيات اللي مديها لي في المسألة. فهو قايل لي مثلا 4 مول ميثان، انزل هنا واكتب 4 مول. تمام تمام. طالما دي مول يبقى اللي فوقها مولات. طب اللي فوقها بنكتب ايه؟ بنكتب من المعادلة الأصلية. اكتب هنا 1، اكتب هنا 2، بس 2 ده مولات. بص احنا قلنا لازم تبقى جرامات، علشان اخلي الرقم اللي هنا ده جرامات. عدد المولات في الكتلة المولية. الكتلة المولية المية بكام؟ الاتش بواحد، في 2 ب2 زائد الأو ب16 يديك 18. المفروض بيديك دي في المسألة برضه. خلاص. وتحسب اكس وتشوف اذا الاكس ايه هتطلع معاك كام جرام. في مشكلة يا دكتور؟ ايا يكن الرقم بقى، وهكذا بقى. خلاص. افرض مثلا هو كان مغير برضك يعني وكتب لك ديت 40 جرام، كتب لك دي 40 جرام من الايه؟ الميثان. اول حاجه قلنا تعمل العلاقه، تشوف العلاقه بين ايه وايه. فاحنا مثلا عملنا العلاقه بين بخار الميه والميثان. طيب تروح بقى في الايه؟ في العلاقه الجميله بتاعتك. مش هينفع اكتب بقى هنا 4 مول. الراجل عايز ايه؟ واحده واحده كده نحل بالراحه. هو قايل لي في السؤال ما عدد ما كتلة بخار المية، يبقى تروح عند بخار المية وتقول اكس جرام. يبقى لازم اللي فوقها يكون جرامات. عشان اكتب اللي فوقها جرامات يبقى عدد المولات في الكتلة المولية يبقى 2. الكتلة المولية بتاعة المية ب18 لو انت حسبتها. طيب السي اتش 4 بقى، انا هنا هكتب الكتلة اللي في السؤال كام؟ 40 جرام. افرض انت رحت كتبتها فوق غلط، ما ينفعش. لازم ما انا عايز الكتلة اللي هتطلع من 40 جرام. فما يعني بص، عشان تخلي دي فوق لازم نكتب دي ودي مع بعض، مش هينفع دي لوحدها. فاهمين؟ احنا عايزين نعرف ال40 فيها قد ايه اكس، فعشان كده بنكتبهم مع بعض. طيب فدي 40 جرام يبقى لازم اللي فوقها جرامات برضه. طب عشان دي تبقى جرامات يبقى عدد المولات في الكتلة المولية. هنا في كام مول؟ 1 مول
في الكتلة المولية للسي اتش 4، السي ب 12 طبعا، وعندنا ايه 4 اتشات 4، وتحسب الحسبة دي وتشوف الاكس هيطلع كام جرام. بس كده خلاص، مسألة مهمة جدا. تمام. طب افرض الراجل مثلا في السؤال ده مثلا يعني قال لك ايه، انا عندي 3 اكسجين والله اللي انا استخدمتهم، ماشي انت مش هنحتاج 3، هو الراجل هنا مثلا محتاج 2، طب التالت ده هيبقى فيه 1 مول زيادة، يبقى انا الاحتراق هنا هيبقى فيه مادة زايدة قدرها 1 مول اكسجين. خلاص، يبقى ده اول تفاعل عندي اللي هو تفاعل الايه الاحتراق. طيب بص بقى تاني تفاعل عندي يبقى ده ايه اول تفاعل احتراق. طيب تاني تفاعل عندي يا دكتور وهو التفاعل مع الهالوجين، التفاعل مع الهالوجينات، التفاعل مع الهالوجين. طيب يعني ايه هالوجين؟ الهالوجينات اصلا اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود. خلاص، فهو ينفع يتفاعل مع اي حاجه من دول. انت عندك في الكتاب شارع على السي ال، بس هو ايه، احنا قلنا ان احنا بنفهم الكونسبت. خلاص مش عايزك تبصمك حاجه. طيب فالسي اتش 4 ده يبقى احنا دلوقتي قلنا هناخد التفاعل مع الهالوجين. طيب بص بقى السي اتش 4 هو عامل كده سي وماسكه في ايه، في 4 اتشات، صح؟ تمام. طب هي دلوقتي احنا عايزين نفعلها مع السي ال 2. بص شرط عشان التفاعل يحصل ده حاجه من دي سي ال 2. بص كل لما اكتب سي ال 2 دي الناس يسالوني هو ده ايه، انت ايه اللي انت كاتبه ده؟ اهو سي ال 2. طيب عشان التفاعل ده يحصل حط حاجه من ايه، يا تحط يو في الترا فايلوت، اشعه فوق بنفسجيه، يعني لازم التفاعل ده يتم في النور. افرض قال لك في الظلام، افرض راجل جه في السؤال وقال لك التفاعل ده ينفع يتم في الظلام، قول له لا، لا يحدث تفاعل. خلاص، التفاعل لازم يحصل يا اما في اشعه يو في، يا اما اللهم صل على سيدنا محمد، يا اما مسخن عند 40 درجه. فممكن نشيل اليو في دي واكتب سوري 400 درجه، 400 درجه سليزيوس. خلاص، في اي حاجه من الاثنين دول. طيب بس انت الشائع هتلاقي مكتوب دايما ايه يو في كده في الغالب يعني. طيب فاحنا دلوقتي عايزين نطلع النواتج. النواتج انت ما بتبصمكش حاجه، قلنا احنا عايزين نفهم. طيب بص بقى يا دكتور، انا السي ال 2 دي ما بحبش اكتبها كده، فانا هكتبها كده. عندك مشكله سي ال سي ال ولا اي حاجه؟ احنا قلنا التفاعل ده اضافه ولا استبدال؟ انت اللي بتجاوبني دلوقتي مش انا. انت اللي بتقول التفاعل ده اضافه ولا استبدال. الله ينور عليك، استبدال. يبقى انا عشان اعمل تفاعل استبدال محتاج ابدل، فانا هبدل اتش ده بالسي ال ده. خلاص، ويطلع معاك ايه اتش سي ال. يبقى انا طلعت 1 مول اتش سي ال. ما انا كده بص، انا كده واخد 1 مول سي ال 2. لو خدت 1 مول هطلع 1 مول اتش سي ال، ويبقى لي الناتج. فالسي ال دي هتركب مكان الاتش ده ويديني بقى سي مع 3 اتشات، سي اتش 3 كده اهو. خلاص، وهنا هتلاقي فيه السي ال. خلاص. طيب يبقى ده لو انا خدت 1 مول سي ال 2. طيب ممكن نكمل، ممكن اجيب ده، مش هو لسه فيه اتشات، يبقى ينفع يبدل عادي. يبقى ده السي اهو. خلاص، ممكن ناخد السي دي تاني. خلاص. ممكن ناخد الايه اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن اخد السي دي تاني، السي اهو، وهي ايه حاطه هنا اتشايه، وهنا في اتشايه، وهنا في اتشايه. خلاص، وهنا في سي ال. تمام كده، تمام. طيب هنفعلها برضو مرة كمان مع السي ال 2. حد عنده مشكلة ولا أي حاجة؟ قلنا لازم نحط على السهم ايه، يا إما يو في يا إما 400 درجة، حاجة من الاتنين. طيب التفاعل هيتم استبدال، فأنا عشان أبدل محتاج اتش تروح مع السي ال، فأنا هبدل الاتش ده بالسي ال ده. خلاص، ويطلعوا مع بعض. يطلعوا مع بعض بإيه، باتش ايه، باتش سي ال. خلاص، هو لازم يجيب مربع بقى. ما علينا اهو. يبقى انا هطلع ايه اتش سي ال. خلاص، ونكتب الناتج، الناتج اللي هيطلع هيبقى سي اتش 2. خلاص، سي ال 2 ده الناتج الجديد. طب في اتشات ولا مفيهوش؟ في يا دكتور اتشات، يبقى انا ينفع ابدل تاني. خلاص بقى، هبقى سي اتش 2 سي ال 2، ونحط عليه سي ال 2 تاني، احط على السهم يو في، بدل اتشايه بسي ال وطلع اتش سي ال. خلاص، زائد سي اتش، بس هيبقى عندي كام سي ال، سي ال 3. ينفع في اتشات كمان، الله ينور عليك، يبقى كمل عادي سي اتش سي ال 3 زائد السي ال 2. خلاص، سهم عليه يو في يدي لك سي سي ال 4 رابع كلوريد الميثان. خلاص، او رابع كلوريد الكربون، ده رابع كلوريد الكربون زائد كام اتش سي ال. يبقى من الاخر لو انا حطيت واحده سي ال 2 يطلع معاك واحده اتش سي ال. طب خدت ايه، انا كده خدت كام واحده سي ال 2 يا دكاتره؟ خدت 4 سي ال 2، فالاربعه سي ال 2 طلعوا لي كام واحده، 4 ايه اتش سي ال. خلاص. طيب المفروض تعرف تسمي ده، يبقى اسمه ايه، كلوروميثان. ده ثنائي كلوروميثان، ثلاثي كلوروميثان، رباعي كلوروميثان. خلاص. طب ليه مش محتاج ارقم؟ عشان هما في الكربون رقم واحد، فمش محتاج اقول يعني واحد 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 ثلاثي كلوروميثان، او واحد 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 رباعي كلوروميثان، وهكذا. خلاص، فانا مش محتاج اسمي يعني. طيب كان في مركب طلع معانا اسمه CH3 سي، راح فين؟ احنا عايزين اول مركب خالص CH3 Cl. طيب ده اسمه كلوروفورم يا جماعه، ده اسمه كلوروفورم.
عشان ده جه في امتحان ثانوية عامة قبل كده. طيب بص، احنا كده كده هنقول الاستخدامات الفيديو جاي، بس تعرف لي ان الكلوروفورم ده حاليا يعني بيستخدم كمخدر آمن، مش بيستخدم بقى يستخدم فعل مضارع، احنا عايزين فعل ماضي. يبقى الكلوروفورم كان بيستخدم زمان كمخدر آمن، عشان جه سؤال قبل كده وقال لك قول لي حاجة استخدم خلاص كمخدر. استخدم كمخدر ده هيكون قصده على الكلوروفورم CH3Cl. طب لو قال يستخدم هيكون مركب تاني، هناخده ان شاء الله المرة الجاية، اللي هو هيكون الهالوثان. خلاص الهالوثان، خلاص مركب كده اسمه الهالوثان، بس احنا هناخده في الاستخدامات الفيديو اللي بعد ده بإذن الله. طيب الله المستعان. الله المستعان. طيب في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة، فاضل كمان تفاعل وهو اسمه التكسير الحراري الحفزي. يبقى ده هما 3 تفاعلات. التالت بقى، التالت اللي هو الايه، التكسير الحراري الحفزي. بص من اسمها اصلا انت تقدر تكتب الحاجات اللي هي بيحصل للالكانات الكبيره، وليكن مثلا انا كاتب C8 H كام H18، عايزين نعمل له تكسير حراري حفزي. بص تكسير يعني احط بريشر، حراري يعني احط حراره كده. طيب تكسير حراري حفزي، يبقى انا حفزي يبقى فيه كاتاليست بيديلك الكان واحد لازم واحد. افرض طلع لك الراجل مثلا جاب لك اختيارات بيقول لك تكسير حراري حفزي وكاتب في الاختيارات كذا الكان غلط، لازم يكون الكان واحد والباقي الكين. ببساطه شديده اهو، الباقي الكين. مثال افرض انا طلعت هنا عملت له فعلا تكسير حراري حفزي خلاص، ولقيتك مثلا مطلع لي C4H10، ده كده الالكان ولا الالكين؟ ده الالكان، يبقى لازم اللي هيطلع اللي بعد كده الكين. طيب ده كام C4H10، يبقى ناقص كام على التمانية؟ 4 كربونات. ممكن نقول C4H8 واسكت، يبقى انا طلعت الكان صح زائد الكين، واحد الكين صح. هل ممكن تطلع بشكل تاني؟ ممكن الراجل يعمل تكسير حراري حفزي كاتاليست ويطلع معاك الC4H10 ويقول لك مثلا هنا 2Y. طيب الاتنين واي دول هيبقوا بيمثلين ليا ايه؟ الC4H8، فعشان نطلع 2 من واي هيبقى C2H4 زائد C2 تاني H4. لو انت ركزت هتلاقي الكين والكان واحد. لازم انا عمال اكد اهو اقسم بالله في الاسئله لازم يطلع الكان واحد. الاختيارات دور على الكان واحد والباقي الكين، بشرط ان انت لما تجمع الكربونات والاتشات يدولك الرقم اللي انت دخلته اصلا في المتفاعلات. خلاص، وده كده بالنسبة لتفاعلات الألكان يا دكاترة. إن شاء الله يكون فيديو بسيط.